السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، محبي ومتابعي القصص البوليسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، قضية جديدة من قضايا قناة الدركي. قضية اليوم أو جريمة حلقة اليوم هي واحدة من أغرب وأبشع الجرائم اللي عاشوها الدرك الملكي. وداكشي اللي توصلوا ليه في الأخير كان خطير جدا، كان يقدر يؤدي بالكثير من أرواح الناس. ما نزيدش نطول عليكم كتر مستمعينا الكرام، وندخلوا في تفاصيل وأحداث جريمة حلقة اليوم. واحد النهار في الصباح مع 9 ديال الصباح تعلموا الجندارم باللي واحد البنت تلقات مذبوحة في واحد المقبرة. شعرات النيابة العامة انتقلوا الجندارم لأي المكان. لما وصلوا كيلقاو بنت في الكفن ديالها، البنت مذبوحة عندها جرح غائر في العنق ديالها. كاين العائلة ديالها تما، البنت كان جنب واحد القبر محفور، يلاه محفور. عائلتها قالوا باللي البنت توفات البارح، دفنوها هاد الصباح، جاو على اساس غادي يزوروها. جاو المقبره باش يزوروا بنتهم. ملي جاو كيلقاو البنت خارجه من القبر، محطوطه جنب القبر ومذبوحه. الحاله اللي كانوا فيها هاد العائله هادي واحد الحاله كارثيه. تخيلوا ان هاد الناس هادو دفنوا بنتهم البارح، بنت صغيره صدماتهم الموت ديالها، باقين ما متيقينش، باقين محروقين على بنتهم، كيبكيو عليها ومتاثرين وحالتهم حاله. جاو غادي يزوروها كيلقاو البنت قدامهم. ديك البنت اللي دفنوا مجبوده وراسها خارج من الكفن ديالها ومذبوحه فوق القبر. واحد الحاله لا توصف، كانوا في واحد الحاله خيبه بزاف. هاد الروضه هذه كاينه في واحد الدوار في واحد الباديه. ديك الروضه بعيده على الدواور تما، بعيده على السكان، وروضه صغيره ماشي كبيره وما فيها لا عساس لا والو. الناس لما كيموت ليهم شي حد كيجيبوه كيدفنوه تما صافي وكيمشيو بحالهم، ما كاين لا عساس لا والو. الجندارم داروا المعاينه ديالهم، البنت مذبوحه بطريقه بشعه. من الحاله ديال الجثه، هذا اللي ذبحها بقى كيدي الموس وكيجيبو، ما بقاش بزاف، وكان غادي يفصل ليها الراس على الجسد. ربما كان كيحاول يحيد لها الراس ديالها، ولا غير بغى يدير لها هكاك، المهم كرفسها. هاد البنت هذه في المعاينه فقط الراس ديالها هو اللي خارج من الكفن، ما كاين لا علامات ديال الاعتداء جنسي، لا تقطيع اطراف من الجثه، لا حتى شي حاجه. اللي دار ليها هاد الحاله، اللي خرجها من القبر ودار ليها هاد الحاله، فقط جبدها من القبر ذبحها بديك الطريقه وخلاها. الجندارم قلبوا في المقبره لعل وعسى تلقى اداه الجريمه، داك السلاح باش تذبحات البنت وتكون عليه بصمات الشخص اللي دار هادشي. ولكن مع الاسف رغم البحث اللي دار في ديك المقبره ما تلقى حتى شي حاجه. قلبوا الجندارم هنا قلبوا في ديك البلاصه مزيان، ولكن بدون حتى شي نتيجه. تنقلات الجثه لمستودع الاموات. طبعا ما غاديش يرجعوها القبر يدفنوها، لانه دابا ولات واحد الجريمه، وخاص الجندارم يبحثوا ويعرفوا شكون اللي دار في البنت هذه الحاله. كيف ما قلنا الجثه ما كان ناقص منها حتى شي عضو من الجسد ديالها، ولكن رغم ذلك كانوا بزاف ديال التساؤلات. هذا اللي دار في هذه البنت هذه الحاله علاش؟ اشنو السبب اللي خلاه يدير هذا الشيء؟ واش عداوه مع ديك العائله وديك البنت وبغى ينتقم، ولا كانت هذه شي طقوس شيطانيه، ولا شي حاجه عندها علاقه بالسحر ولا الشعوذه؟ اشنو الغرض من ان البنت تجبدات بعد ما دفنات في القبر ديالها وذبحات بديك الطريقه؟ القضيه كانت لغز، وكانوا بزاف ديال التساؤلات اللي مطروحين. عائله البنت في البحث معهم قالوا باللي البنت ماتت موتة عاديه، مرضات الدواء عند الطبيب، ماتت في السبيطار، شافها الطبيب، خدوا تصريح الدفن، دفنوها. واش عندكم مشاكل مع شي حد؟ واش البنت كان عندها مشكل كبير مع شي واحد؟ واش كاين شي حد غادي يبغي ينتقم منها ولا منكم بانه يدير هاد الشيء؟ قالوا لا، ما عندنا مشاكل مع حد، بنتهم حتى هي ما كان عندها مشكل مع حتى شي واحد. بحسب الكلام ديال والديها، هاد البنت هادي كتقرا في واحد الثانويه. ديك الثانويه كاينه في واحد الفيلاج بعيد على داك الدوار فين كتسكن الدريه. وهاد البنت كان باها كيهزها بالطوموبيل ديالو وكيديها للمدرسه، والوقت اللي كتكون خارجه باها اللي كيجيبها بالطوموبيل.
البنت كانت في المدرسه، عيطوا على باها من التليفون ديالها، قالوا لي بنتك راه مريضه وراه فيها السخفه، وراه قالت لينا عيطوا لي على با يجي يديني. راه عيطنا لك جي عندها دابا، رحنا معاها، حنا جوج صحاباتها معاها، جي ليها ديها. مشى السيد بالطوموبيل لقى بنته سخفانه ماشي هي ديك. مالك بنتي اش واقع؟ قالت لي ما عرفتش مالي، كنحس براسي مريضه فيا السخفه، ديني للدار، باغا نمشي للدار. هزها بالطوموبيل جابها للدار. ملي وصلها للدار الدريه غيبات، فقدات الوعي ديالها، الدريه صافي سخفات. بداو كيغوتوا البنت مالها، اش واقع ليها، اش غادي نديروا ليها، يحاولوا ينوضوا فيها، يرشوا عليها في الماء، هادي الدريه والو ما فاقتش ليهم. هزوها داروها في الطوموبيل ديال باها، داوها للسبيطار. ملي داو الدريه للسبيطار ماتت، الدريه ماتت في السبيطار. البنت كان عندها السكر وجاتها غيبوبه السكري. ملي مشات للسبيطار ما لقاو ما يعتقوا فيها، الدريه ماتت. الطبيب قال لي مودي ها السبب وها السبب، البنت راه السكر، ها شنو كاين وشنو كاين. ملي جابوا البنت داوها دفنوها. هاد البنت هادي على حساب ما قالوا صحاباتها اللي كانوا معاها، كيفاش الدريه سخفات وكيفاش حتى وقع لها بحال هكاك. كانوا في المدرسه وكانت عندهم حصه ديال الرياضه، كانوا كيترينيو وكيلعبوا كره السله. شويه الدريه حسات بالعيا، خلاتهم الدريه تبقاو كيلعبوا كره السله. مشات هي دخلت لذاك الفيستير فين كيبدلوا حوايجهم، على ما كيقولوا البنات، دخلات الفيستير وتكات تما ترتاح. ملي سالاو هما الحصه ديالهم ومشاو دخلوا للفيستير، كيلقاو الدريه متكيه ناعسه على ظهرها وايديها حاطه على عينيها وجبتها. مالك ما مالك؟ قالت لهم كنحس براسي مريضه فيا السخفه. بدلوا الدريه حوايجهم، شدوها خرجوها، قالوا باللي داوها غسلوا ليها وجهها وشربوها الماء وخرجوا بها قدام المدرسه. قالت لهم عيطوا لي على با يجي لعندي. في ذاك الوقت عيطوا على باها، جا لعندها، داها للدار. قال لي هنديك الطبيب، قالت لي لا دينها للدار، انا باغا نمشيها للدار. ملي داها للدار البنت سخفات غيبات، داوها للسبيطار ماتت. البحث اللي داروا الجندارم على المنطقه تما وديك الروضه، عرفوا بلي ديك الروضه كيجيو لها غير صحاب الموبقات، صحاب البليه، صحاب المشاكل. ديك الروضه كيتجمعوا فيها غير هما، غير الشمكاره وشي دراري من تما من المنطقه. قالوا للجندارم بلي النهار اللي قبل ما تلقى البنت في ديك الحاله، شافوا واحد جوج كيعرفوهم، قالوا فلان وفلان، شفنا فلان وفلان هازين واحد الميكا فيها قراعي ديال الشراب وغادي نجي حتى الروضه. خداو الجندارم هاد المعلومه، جابوا هاد الجوج اللي يشابه انهم كانوا كيشربوا تما عند الروضه ولا في الروضه. ملي سولوهم على هاد المساله هادي، قالوا فعلا حنا كنا سكرانين داك النهار، كان عندنا الشراب فعلا، ولكن راه ما مشيناش الروضه، ما شربناش في الروضه، حنا غير دزنا من قدامها، ما مشيناش ليها. حنا مشينا عند واحد الدري صاحبنا، مشينا عنده لواحد البيت، مشينا وشربنا عنده في البيت ديالو، جلسنا تما معاه شربنا، وراه تقدروا تجيبوه وتسولوه، هو غادي يقول لكم اش كاين. فعلا عطاو المعلومات ديال داك صاحبهم. هاد صاحبهم قالوا عنده واحد البيت في واحد البلاد ديالهم، واحد الارض فلاحيه، بيت بانيه بالياجور. مشاو الجندارم كيلقاو واحد البيت فيه غير شي حاجه ديال الفراش وسط ارض فلاحيه، كاين غير بوحدو تما ديال داك الدرينيت اللي قالوا عليه هو اللي باني في ارض ديالهم ديال باه. البيت فيه بوطه، فيه شي اواني قلال، فيه شي قراعي ديال الشراب، قنينات ديال الخمر فارغين. قلبوا الجندارم تما لقاو حتى شي قراعي ديال الشراب في الشوك تما قريب لذاك البيت. موالفين كيسكروا تما وكيهزوا دوك القراعي ديال الشراب كيلوحوهم غير تما. ملي الجندارم بحثوا مع الدري، قال فعلا كنا سكرانين، كانوا عندي سكرنا في البيت ديالي. على حساب كلامو موالفين كيجيو عنده مره لذاك البيت، كيجلسوا فيه، كيبقاو يشربوا، كيتعاطاو المخدرات، ومره كيجيبوا شي بنت تما لذاك البيت، يعني دايرينوا الفساد ويتعاطاو فيه المخدرات ويشربوا فيه. داك النهار كانوا غير هما بثلاثه، شربوا وقالوا باللي هما نعسوا باتوا تما في البيت وما خرجوا حتى طلعت الشمس، حتى لديك 12 ديال النهار عاد خرجوا من داك البيت، عاد تفارقوا. ما خرجوش في الليل، قالوا لا ما خرجناش. البحث مع هاد الاشخاص هادو بين باللي داكشي اللي كيقولوا هو اللي كاين، وما عندهمش علاقه بديك الفعله. هادشي تاكدوا منه الجندارم، وتاكدوا باللي هما ما مشاو حتى شي بلاصه من غير داك البيت اللي كانوا فيه. من غير هادشي الجندارم جابوا دراري اخرين بحثوا معاهم، جابوا اشخاص كيتردوا على الروضه، كيمشيو الروضه باش يتناولوا المشروبات الكحوليه. بحثوا معاهم كيقولوا حنا ما جيناش الروضه،
ما سكرناش داك النهار وما ما مشيناش لتما. هذا كيقول انا كنت في دارنا، هذا هنا هذا هنا. تاكدوا الجندارم من الكلام ديالهم. فالبحث في هذا الاتجاه ما عطات حتى شي حاجه، حتى شي واحد فيهم ما لقاو عليه شي حاجه. ولكن الوقت اللي كانوا كيبحثوا فيه الجندارم عرفوا واحد القضيه، انه كاين واحد الشخص فايت تلقى في ديك المقبره كيحفر تما، تشدو دوز عام ديال الحبس. هاد السيد هذا حصلوه شي ناس من المنطقه تما، حصلوه في المقبره، حصلوه كيحفر. الوقت اللي لقوا عنده واحد العتله، قال انا كنقي غير روضه من الربيع، كنحيد الربيع على القبوره. ولكن الوقت اللي لقوه الناس تما في المقبره، لقوا بلي واحد القبر محفور، القبر النص فيه محفور. ولقوا هاد الشخص فعلا حاط جوج حزمات ديال الربيع، لقوهم تما جامعهم وحطهم حدا القبوره. شدوا عيطوا للجندارم. يعني ملي انت كتجمع الربيع هاد القبر مالو محفور. المهم بقاو شادينو الناس وعيطوا للجندارم. جاو الجندارم شافوا داكشي، شدوه داو معاهم. ملي بحثوا معاه قال انا كنت كنقي غير الربيع، داك القبر ماشي انا اللي حافرو، ما عندي به حتى شي علاقه. ولكن ملي تلقات معاه العتله والقبر داك الحفير اللي محفور كان جديد، بين القبر يلا محفور وهو بوحدو اللي كان في المقبره. عمقوا معاه البحث، زيروه مزيان، اعترف. قال باللي هو واحد الشوافه حداهم عطاتو شي سحور، قالت ليه دفنوا في المقبره، دفنوا مع الميت. وقال باللي قالت ليه باللي ضروري السحور يكون قريب من الميت، كل ما كان قريب الميت كل ما مزيان، حفر ليه مزيان ودفنوا. هادشي اللي قالت ليه هي. هو مشى وجلس كيحفر تما وفكر وحاول يخدم دماغه، دا مع العتله زعما راه انا كنقي شي ربيع، وجمع شي ربيع حطو حداه، زعما لا حصل راه كنقي غير روضه من الربيع. قالوا ودي انا فلانه راه كتعطيني السحور كنجيبو كندفنو في القبر حدا الميت. استغربوا الجندارم التفاني ديالو في العمل. قالوا لي تملي هاد السيده كتعطيك السحور وكتقول لك حفر ليه مزيان، قربوا الميت عاد دفنو، ضروري انت دير داكشي اللي قالت لك وتحفر ليه مزيان عاد دفنو. سير له حداك الزمر وقول لي راه دفنتو، لاش حافر القبر كامل باش تدفن داك السحور؟ خدام من نيتك. وحتى الا كنتي باغي تدفنو في المقبره، دفنوها في شي بلاصه تما حداها، ولا دفنوها جنب القبر، دير عليه شويه تراب وصافي. اش قال هو؟ قال هي راه كيخدموا معاها الجنون، وانا راه كنخاف لما درت الخدمه اللي قالت لي هي هذيك، دوك الجنون ديالها غادي يعرفوا. الجنون راه كيشوفوا غادي يعرفوا كل شيء وغادي يقولوا ليها كل شيء. وإلا عرفاتني ما دفنش داكشي مزيان وما درت داكشي كيف ما قالت لي، غادي تصدق غير دايره ليا انا شي حاجه، ساحره ليا، مسطياني ولا عاطباني في صحتي. انا اللي قالت لي كنديرو. وقال باللي هي كتدور معاه، كتعطيه فلوس، كتهلا فيه مزيان. بان باللي هي كتهلا فيه مزيان وكتخلعوا انه الا ما دارش داكشي اللي قالت ليه وداروا كيف ما قالت ليه، العواقب غادي تكون وخيمه، وانه غادي يتاذى وغادي ياديو الجنون وغادي ياديو الجواد. فبقاو معاه الجندارم حتى قال كل شيء. تقدم للمحاكمه وتحكم بعام، الشوافه تحكمات بعامين. هاد الشخص هذا اللي تحكم بعام جابوه الجندارم بحثوا معاه، لانه كان دوز داك العام ديالو بمده وخرج. قالوا الجندارم ربما يكون هاد السيد رجع للخدمه ديالو، رجع لداكشي اللي كان كيدير، نبش القبور. جابوه بحثوا معاه، قال انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء، انا ملي كنت حصلت وتشديت في الحبس انا تبت، ما بقيتش كندير داكشي، ما بقيت كنمشي لا للروضه لا حتى شي حاجه، ما بقيتش كندير ديك الخدمه، انا تبت من هذا الشيء. الجندارم داروا البحث ديالهم ما توصلوا لحتى شي حاجه. هاد السيد ما لقاو عليه والو، فاللي دار هاد الفعله هادي ما خلاش الاثار من وراه، ما عرفوش شكون هو. اللي غادي يوقع هنا من بعد مده ديال 21 يوم على هاد الواقعه، جا واحد الولد شاب جا لابريكاد عند الجندارم، قال بلي واحد الولد صديق ديالو قال لي واحد الرجال عنده بدا كيقول لي هاد الناس هنا ديال المنطقه هنا كلهم كفار، انا كنصلي بالناس في الجامع، راك شفتي مره كيجيو 4 مره 5، بغيتو غير شي نهار يعمر عمرو ما عمر. ملي كنكون انا غادي للجامع نأذن كنلقى واحد راه هو كيكربل في البصله، الاخر كيحش في الفصه، الاخر غادي يصيق جبقرات غادي يسارحهم. كتصلي كتخرج من الجامع كيبان لك بنادم ضيع، ما مسوقين لا للصلاه لا حتى شي حاجه، كلشي كافر هنا، ما كاينش شي واحد يحمر الوجه، ما كاينش في قلبهم الايمان. قال لي هاد الناس عندنا هنا خاصهم تنظيم الدوله، كون كان تنظيم الدوله هو اللي حاكم هنا كون راه يجي ويجريو للجامع. قال لي ما نكذبش عليك، انا ما خداماش ليا هاد البلاصه هادي،
كنبقى هنا كنشوف هاد المنكر كنتعصب. العيالات خارجين بوحدهم، كتلقى مرا خارجه من دارها غدا ما عرفتش فين غدا، رجالتهم ما مسوقينش يصيفطوا بناتهم حتى لينا فين يقراو. هاد المنكر خصو يتبدل. قال لي انا ملي كنشوف هادشي كنمرض في راسي، كنمرض في نفسي. حنا كلنا عندنا البقار، الغنم، عندنا الارض، كاع ما مسوقين داكشي فايت. قال لي انا غادي نحيد من هنا، ما نكذبش عليك، غادي نغبر من هاد البلاصه هادي، وغنشوف كيفاش ندير حتى نضم لتنظيم الدوله، ما نبقاش في هاد القنت هذا. هاد الولد هذا اللي جا لابريكاد قال بلي صاحبه متدين محافظ على الصلاه ديالو، كيصلي في الوقت، حافظ صور من القران الكريم. قال انا ملي هاد الدري صاحبي قال لي ديك الهضره، قال لي فلان ها، قال لي وها، قال لي تخلعت. قلت هذا شي نهار يدير لنا شي كارثه في المنطقه هنا، داكشي علاش جيت وقلت هاد الهضره هادي. الاخر ملي بان ليه الدري بحال هكاك مشى قال ليه ديك الهضره، قال ليه بنتي ليا ولد متدين نقي، بان ليا فيك الخير وما غيعجبكش هذا المنكر اللي كيوقع هنا، داكشي علاش قلت لك هاد الهضره هادي. الجندارم من خلال المعلومات اللي عطاهم هذا الولد هذا على السيد اللي تكلم مع صاحبه وقال ليه ديك الهضره، سميتو، فين كيسكن، شنو كيدير في الحياه ديالو، فاش خدام، مزوج ما مزوج. قال بلي كيسكن في الدوار الفلاني، قال بلي هو الفقيه ديال الجامع اللي كاين في داك الدوار، هو اللي كيصلي بالناس. قال بلي ما مزوج. بالنسبه للخدمه قال كيخدم مع باه في الفلاحه، عندهم شي اراضي كيفلحوا فيهم وكيبيعوا ويشريوا حتى في البقر والغنم. الدوار اللي ذكر هاد الولد هذا اللي كيسكن فيه داك السيد اللي قال ديك الهضره، هو نفس الدوار اللي كتسكن فيه البنت اللي تلقات مجبوده من القبر ديالهم مذبوحه. الجندارم مساعده من هاد الشاب هذا جابوا الدري صاحبو اللي تكلم معاه داك السيد، قال ليه ها كاين، جابوه بحثوا معاه، فلان شنو قال لك بالضبط، شنو كتعرف عليه؟ قال كنت خارج انا وياه من المسجد، من بعد ما صلينا خرجنا وقفنا قدام الجامع، بدا داوي معايا، بدا كيقول لي هاد الناس هنا كلهم كفار، حتى واحد فيهم ما يحمر الوجه، ما في قلبهمش الايمان، كلهم منافقين. انا كنصلي بالناس في الجامع، انت راك شفتي الجامع خاوي، كيجيو 4 الناس 5 3 مشغولين بالدنيا اكثر من الاخره. كنكون جاي المسجد كنلقى واحد يحش في الفصال، اخر يكربل في البصله، هذا سارح البقر. هاد الناس هادو هنا خاصهم تنظيم الدوله، كون كان تنظيم الدوله هنا كون راه كلشي يجي للجامع. قال لي لا الجيران هنا لا العائله ديالي كلشي كفار منافقين نصابه كذابه مفسدين. قال لي واحد من العائله ديالي عيط لي في التليفون، زعما بغيت نسول فيه، نسول على والديه، قلت نحيي معاهم صله الرحم. يلا دويت معاه، سلام لاباس عليك، والديك لاباس عليهم؟ قال لي كاين شي دريات. وشوف دابا هاد الناس، شوف هاد الكفار عقلهم فين، عقلهم غير في الفساد. هنا الرجاله يخليو العيالات يخرجوا بوحدهم، الدريات كيصيفطوهم حتى للثانويه اللي في الفيلاج يقراو، ما كتعرفهم واش يدخلوا المدرسه ما يدخلوش ليها. قال لي انا غادي نحيد من هنا، ما خداماش ليا هاد البلاصه هنا، انا كنمرض في نفسيتي ملي كنشوف هاد الناس بحالك وكنشوف هاد المنكر وهاد الكفر. غادي نمشي من هنا، ولا لقيت كيفاش ندير، لا لقيت كيفاش ننضم لتنظيم الدوله غادي ننضم ليهم. دوك الناس قلبهم عامر بالاسلام، كيحاربوا من اجل الاسلام. هاد الولد هذا قال هادشي اللي كاين، وهذه هي الهضره اللي قال لي. وبحسب الكلام ديالو قال بلي هاد الولد اللي قال لي هاد الهضره ماشي فقيه ديال الجامع من شحال هذا، قال لي الله ولا كيصلي بالناس غير مؤخرا. مشى الفقيه ديال الجامع دخل هو راسو قال لنا ما تجيبوا لا فقيه لا والو، انا غنولي نصلي بكم في سبيل الله. قال بلي هو ما حافظش القران، حافظ غير شي حاجه بسيطه، قال لنا انا نولي نصلي بكم. قلنا ليه ماشي مشكل، صافي ولا كيصلي بينا في داك الجامع. الناس ديال الدوار كاين اللي كان كيصلي في الجامع، كيمشي للجامع ملي كان فقيه الاول، ديما كيمشي للجامع كيصلي في الجامع، موالف الجامع كيكون عامر. ولكن ملي ولا هو كيصلي بالناس دخل راسو وقال لنا نولي نصلي بكم، بزاف الناس ما بقاوش كيمشيو للجامع على قبله، هو ما كيبغوش يصليو وراه لانه هو ما حافظش القران، ديما كيصلي بينا غير بداكشي اللي حافظ. الدري كان هذا هو الكلام ديالو، قال انا ما عارف عليه حتى شي حاجه من غير انه ولد الدوار، والديه ناس دراوش عندهم اراضي فلاحيه، عندهم البهيم، كيصلي بينا في المسجد، هادشي اللي كاين. الجندارم بداو التحريات ديالهم على هذا الولد هذا. الدري باقي ولد شاب في عمره 29 سنه، ولد المنطقه تما، ولد داك الدوار، والديه ناس اللي مسك عليهم الله.
بالنسبه للجندارم، البنت اللي تلقات مجبوده من القبر ديالها ومذبوحه، ومن نفس الدوار اللي كتسكن فيه هي كاين واحد الشخص اللي عنده افكار داعشيه، كيقول على على دوك الناس ديال الدوار والمناطق المحيطه تما باللي هما كفار، وباللي هو باغي ينضم لداعش، وباللي هو ما عاجبوش الوضع، وباللي دوك الناس كيستحقوا القتل وكذا وكذا. كانت عنده واحد الافكار خطيره جدا. ف تربطات المواضيع ببعضها لانه ما يمكنش تكون غير صدفه. الجندارم داروا التحريات ديالهم، راقبوه، ربما يكون ما كاينش غير هو بوحدو، كاينين هما شي جماعه منضمين لتنظيم الدوله، او لا يلا كيقلبوا كيفاش غادي ينضموا لهذا التنظيم. الجندارم راقبوا هاد الدري فين كيمشي، فين كيجي، مع من كيتلاقى، فين كيعمر بزاف، وفي نفس الوقت داروا التحريات ديالهم، سولوا عليه الجيران تما. شحال من واحد قال بلي هاد الولد هذا تلاقى بيه، قال لي علاش ما كتصليش، علاش ما كتجيش للجامع، انت كافر منافق. الجندارم لما راقبوه ما لقوا عليه حتى شي حاجه. السيد ما منضم لحتى شي جماعه ارهابيه، يعني هو في البحث تلقى فعلا باللي هاد الافكار هذه اللي كاينه، هاد الافكار المتشدده وهاد الشيء فعلا فيه كلامه خطير جدا وعنده افكار متشدده. ولكن واش معاه ناس اخرين، واش هما جماعه، واش كيخطوا لشي جريمه، واش كيخطوا لشي عمل ارهابي، واش كذا، ما تلقات حتى شي حاجه من هاد الشيء. الدري فقط من دارهم للجامع، كيخدم في الارض ديالهم مقابل بهيمهم، من غير الكسيبه ديال با، عنده شي بهيم ديالو حتى هو كسبهم. الدوار اللي كيسكن فيه ماشي شي دوار كبير بزاف، يعني داكشي معروف، الناس معروفين، كل شي بين، لا كانت شي حاجه غادا تبان. الجندارم اعتقلوا هاد الدري، قلبوا الدار ديالهم، لقاو عنده اسلحه بيضاء من الحجم الكبير. في البيت ديالو لقاو عنده 2 تلمواس، الهاتف ديالو تقلب. ملي قلبوه لقاو عنده فيديوهات ديال داعش، فيديوهات ديال العمليات ديال القتل، ما يسمى باصدارات تنظيم الدوله، دوك الاصدارات اللي كانوا كيديروا ديال دوك عمليات الذبح. لقاو عنده دوك الفيديوهات في الهاتف ديالو، محتفظ بهم في التليفون ديالو. يعني هنا زاد تبتات عليه هاد المساله ديال انه عنده ديك الافكار ديال القتل والذبح وتنفيذ بحال دوك الاعمال اللي كانوا كيديروا داعش. ملي بحثوا معاه وزيروا معاه البحث، عمقوا معاه البحث مزيان، قالوا لي شوف انت غادي تمشي للحبس. هادشي اللي لقينا عندك، والهضره اللي قالوا عليك الناس اللي كيعرفوك، وانك قلتي باللي انت غادي تمشي تنضم لداعش. دابا غير قول لنا شنو كاين، وعلاش ديك البنت درتي فيها ديك الحاله، جبتيها من القبر ديالها وذبحتيها. اعترف باللي هو مول ديك الفعله، وهو اللي دار ديك الحاله لديك البنت. قال فعلا انا اللي جبتها وذبحتها. علاش؟ قال بغيت نجرب الذبحه في بنادم، انا ما قديتش نشد شي واحد حي نذبحو، قلت نجرب في شي حد ميت. هي كانت يلاه ماتت دفناها، انا كنت حاضر معاهم ملي دفنات. جيت القبر ديالها داك النهار اللي دفناها فيه، حفرت القبر ديالها، جبتها، ديت معايا الموس. ملي جبتها حطيت يدي على عينيها، شديت الموس بيدي اليمنيه وذبحتها، دوزت عليها الموس ومشيت بحالي. بغيت نجرب الشعور ديال ذبح واحد كيف ما كنشوف في دوك الفيديوهات، ومنها نوجد راسي اللي كنت غادي نمشي لعندهم نضم لتنظيم الدوله. قال داك الدوار عندنا ولا فيه المنكر بزاف، المنكر كتر، بنادم ما بغاش يتبدل، ما بغوش يرجعوا لطريق الله، وحنا غنعيشوا حياه وحده، مانا غنعيشوا قرن وهي راه ميته، ما اللي غادي نمشي لجهنم دابح وحده ميته، وهي اصلا كانت كطير، والديها كيصيفطوها المدرسه بعيده كاينه في الفيلاج، هي كتمشي كتبقى ديعه تما مع الدراري الدريات، هي الله يرحمها، ولكن راه كاملين غيمشيو للجهنم، انا اللي غادي للجنه. يعني السيد بدا كيشير في الهضره وشي كلمات، وعند بالو راه غير هو اللي غادي يمشي للجنه، شي الاخر غادي يمشيو للجهنم، غير هو اللي غادي يمشي للجنه، هو ودوك المجاهدين ديال تنظيم الدوله كيف ما كيقول هو، وانهم دوك الناس هما المسلمين وهذاك هو الدين عنده، هو هذاك هو الدين، وان الناس الاخرين كل شيء عايشين غير في الحرام وغادي يمشيو لجهنم. بالنسبه لي هو ما عندوش شي حاجه سميتها صغائر الذنوب، كيشوف هو كل شيء داكشي راه ذنوب كبيره، اللي دار شي ذنب صافي راه غادي يمشي لجهنم، ودوك الناس عايشين في الحرام، عايشين في ضلال. اكيد انه هو متاثر بداكشي اللي كيتفرج فيه، متاثر بداكشي اللي كيشوف. كاين ناس كيقولوا باللي هاد التفكير هذا كان شويه عنده قبل ما يولي يصلي بالناس، ولكن كان شويه عادي، ماشي بحال دابا، كان غير ينصح الناس لا هذه حرام هذه حلال،
ولكن ملي ولا كيصلي بالناس داكشي ولا عنده بزاف. هو كيشوف بانه كيجيو غير شي وحدين قلال يصليو، وهما كاين شي ناس قالوا حنا كنخافوا الصلاه ديالنا ما تقبلش لينا. الناس تما ماشي ما بقاوش كيمشيو للجامع حيت ما بقاوش كيصليو غير هو كيصليو في ديورهم او كيمشيو لواحد الجامع اخر واخا بعيد عليهم. قالوا خايفين الصلاه ديالنا تكون ما دايزاش لينا الا صلينا ورا داك الدري ما حافظش القران ما قاريش بزاف، اللهم نصليو في ديورنا. هو غير جا دفع الجبهه ولا كيصلي بالناس. كاين محسن منه يصليو بالناس، ولكن هو قال انا نولي نصلي بكم. فهاد الناس هادو قالوا درنا بناقص ما بقيناش كنمشيو للجامع. هو ولا كيشوف دوك الناس خرجوا من الدين صافي، غير ما بقوش كيجيو للجامع صافي راه بحال خرجوا من الدين ما بقوش مسلمين. هذا هو التفكير ديالو. ومع داكشي اللي كان كيشوف داكشي اللي كيتفرج فيه داكشي تزاد عنده، ولا الفكر ديالو خطير، فكر اجرامي. الدري اعترف بالجريمه ديالو، ونظرا لخطوره الفكر ديالو الجهادي وديك الافكار اللي كانت عنده تعمق مع البحث اكثر وداز امام جهات امنيه اخرى وتم تعميق معاه البحث باش يشوفوا فعلا واش ما عنده حتى شي علاقه بشي اشخاص اخرين ولا شي تنظيم داخلي. وفي الاخير بان باللي فعلا ما عندوش شي علاقه بشي جماعات اخرى في المغرب. من بعد الاعترافات ديالو تحكم ب20 سنه. إخواني وأخواتي الكرام، كانت هذه هي النهاية ديال هذه الحلقة. نتلاقوا في حلقة جديدة، قضية جديدة إن شاء الله. شكرا لكم على استماعكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.